وادي الداتا بتاعت العميل موجوده. هندسه، نعم. حضرتك ليه بتاخد وقت طويل في تنظيف المعالج والشغل على المعالج، مع ان في مسابقات ان هم يخلصوا المعالج في 3 دقايق؟ وايه رايك في المسابقات دي؟ بص، هي المسابقات دي ترند الايام دي، الصينيين عملوه، بس المسابقات دي هي طبعا فيها مهاره جامده جدا وفيها شطاره ولازم تدريب قوي جدا عشان تقدر تعمل الشيء ده. تشابلن المعالج، هي شبلنه معالج، بيشيل المعالج وينضفه ويشبلنه وينزله تاني على نفس البورده. فمحتاجه تدريب علشان تتقن انك تعمل المهاره دي في اقل وقت ممكن. بس مش هو ده اللي بيحصل على ترابيزه الصيانه عشان تبقى عارف. يعني هو مش اي تليفون داخل لك فيه مشكله في المعالج ترفع المعالج وتشبلنه وتنزله في 3 دقائق، لا، هو بياخد وقت اكتر من كده. هو في المسابقه ما بيهتمش بتشغيل وظائف الجهاز، هو كل اللي هو محتاجه انه يشيل المعالج وينزله ينور ويجيب تاتش. انما في الصيانه بقى الحقيقيه، على ترابيزه الصيانه الحقيقيه، كل المكونات اللي حوالين المعالج دي مسؤوله عن وظائف المعالج بيأديها، كاميرات بقى وشبكه وكل الحاجات دي. فلازم المكونات دي كلها تتنظف وما تتخلعش من مكانها، وتتاكد انها ملحومه على المذر بورد، علشان مش بعد ما تركب المعالج تلاقي ان في وظيفه واقفه وترجع تبقى مزنوق عشان تنظف او تلحم المكون ده. فمن الافضل انك تتاكد من كل المكونات دي ان هي ثابته على البورده، وان هي مفيش حته وساخه طالعه منها او حته الجلو بتاع المعالج يبقى طالع منها كده، فالمعالج لما يجي يقعد ما يعرفش يثبت مكانه. فالمسابقات دي حاجه لذيذه، وحاجه انا نفسي لو دخلت في مسابقه من دول انا افشل. انا كنت حكم في المسابقه اللي فاتت وقلت لهم انا نفسي ما اعرفش اشتغل بالاستعجال ده. انا حاجه مهمه بالنسبه لي زي المعالج لازم اخد فيها وقتي، واقعد اتأنى واقعد انظف بالراحه واشيل كل حته وساخه علشان المعالج ينزل من اول مره يشتغل وما يوجعش دماغي ان انا ارفعه تاني. ودي طريقتي وكل واحد وله طريقته. انا بحب اخد وقتي، مفيش حد بيجري وراك. مستعجل ليه؟ مش مهم تاخد وقت قد ايه في المعالج، المهم ان الجهاز يشتغل بكل وظائفه، وادي الداتا بتاعت العميل موجوده.